تنبيه مفيد. إذا كنت من الناس اللي يؤمنون بالحظ والأبراج والعشوائية في الحياة، الموضوع مو بلك وما يناسبك، لأني شخصياً ما أعترف بالحظ ولا الأبراج. أنا شخص منطقي وواقعي ومؤمنة بالسبب والنتيجة، وكلامي كله على هالأساس. أشوف الموضوع مفيد بس مو بإجباري أبد. خذي منه اللي يعجبك وخلي اللي ما يعجبك. الحياة حلوة. لو جتك اليوم 1,000,000 ريال، هل تقدرين تستثمرينا وتزيدينا وتضاعفينا وتبنين ثروتك؟ ولا راح تصرفينا وتتمشين شوي وتسافرين شوي وتشترين أشياء وخلاص؟ الشيء مو بمستحيل من أي مكان، وفكري بالجواب. وترى ممكن تجيك 1,000,000 ريال، يعظ من تعويض، من ورث، من تثمير. يعني عاملي الفكرة إنها ممكنة. لو جسمك وصل الوزن المثالي والشكل المثالي اليوم، هل تعرفين تهتمين فيه وتغذينه صح وتتمرنين وعندك أسلوب حياة يساعدك تحافظين عليه؟ ولا بعد شهرين أو 3 رح ترجعين لنفس العادات ويرجع جسمك يخرب ووزنك يزيد وترجعين لنقطة الصفر؟ لو لقيتي الشخص اللي مفصل على أحلامك والأفكار اللي براسك، هل تشوفين إنك واثقة من نفسك ومستعدة للعلاقة ورح تعرفين تتعاملين معه ومع نفسك ومع مشاعرك؟ ولا بيصير عندك تعلق وتحكم وغيرة مرضية وشعور بالنقص وإنك أقل بالعلاقة؟ لو انقبلتي وبديتي وظيفة أحلامك والمنصب اللي تبينه اليوم، هل عندك المهارات والمعرفة والجرأة والثقة اللي تناسب الوظيفة؟ ولا راح تخافين ويجيكي توتر وقلق وما تدرين وش تسوين؟ وأول ضغط بيخليكي تحسين إنك مو بقد المنصب ولا قد المكان. لو صار شيء وانشهرتي فجأة اليوم والناس عرفتك، هل تقدرين تتعاملين مع الشهرة وتقدمين شيء محترم وينفعك وينفع الناس ويحافظ على الشهرة ويزيدها بشكل صحيح؟ وتعرفين تتعاملين مع النقد والضغط وغيره؟ ولا راح تنهبلين وما تدرين وش تسوين وتفقدين خصوصيتك وراحتك؟ في الحقيقة كثيرين في الحياة يبون النتيجة فقط، لأنهم يشوفونها عند غيرهم. يشوفون غيرهم عندهم فلوس أو منصب أو جسم رشيق أو شهرة أو غيره، ويقعدون يحلمون يا ليت عندي كذا، كانت غيرت حياتي. بس ما يفهمون إن السر هو إنك أول لازم تتغيرين عشان توصلين للنتيجة. في ناس تجيهم فلوس ويضيعونها وما يدرون وين راحت، وفي ناس يسوون عمليات ويحقنون إبر وينزل وزنهم بس يرجع يزيد أكثر من قبل، وفي ناس يلقون الشخص الصح ويخربون العلاقة بأسلوبهم وغبائهم. اسألي نفسك وجاوبي بصراحة، أنا لو حصلت على الشيء اللي أبيه اليوم، هل فعلاً عندي الشخصية والعادات والعقلية اللي تخليني أستحقه وأحافظ عليه ويستمر معاي ويزيد ويصير أفضل بعد؟ وسوي تقييم سريع مدته ثواني بس لعاداتك خلال اليوم ورح تعرفين الجواب. سوالف الاستحقاق والخرابيط والجذب وأنا أستحق وأنا منسدحة، هذه حقة الضعوف والمساكين اللي ينلعب عليهم بكلمتين ويصدقون بالوهم وإن حياتهم بتتغير كذا من لا شيء. والأمثلة كثير. قانون الحياة كذا، كل شيء له ثمن بدون استثناء. عندك الثمن ادفعيه أول. ولا الكلام سهل جدا، نقعد نسولف إلين بكرة ونسوي جذب وخرابيط والوضع هو نفسه وما تغير شيء، وننتظر الظروف تتغير وننتظر الوقت المناسب وننتظر الفرصة تجي، وتروح سنة وراها سنة وتخلص سنين الشباب وتخلص الحياة. وترى الحياة قصيرة جدا. فكري بس شلون راحت السنين من عام 2020 للآن، وكم كان عمرك وقتها، عشان تفهمين مقدار السرعة.